بصراحة أنا مش مقتنع إن أكتر حاجة بتوجعك هي القرار اللي أنت خدته. ساعات اللي بيوجعك أكتر هو القرار اللي أنت ما خدتوش، الشغل اللي أنت رفضته، البلد اللي أنت ما سافرتلهاش، الشخص اللي أنت سبته أو الشخص اللي أنت ما سبتوش بدري. وكل ما حياتك تضيق عليك دماغك تفتح لك الطريق التاني وتقول لك شايف لو أنت كنت مشيت من هنا كان زمانك مرتاح. بس الغريب يا أخي إن الطريق التاني ده دايما بيظهر من غير مشاكل. الشخص ما بيتغيرش، الشغل ما بيضغطكش، السفر ملوش تمن، والقرار التاني ده اللي انت ما خدتوش ما بيجيبش كمان ندم. كأن دماغك بتقارن حياتك الحقيقية بكل خسائرها وفوضاها بفيلم خيالي دماغك اللي كتبته وشالت منه كل المشاهد الوحشة، وعارف ان ده ممكن يبان مني كأني ببرر لك اختياراتك، مع انك يمكن فعلا تكون اخترت غلط، يمكن ضيعت فرصة، يمكن جرحت حد، ويمكن فضلت في مكان كان لازم تمشي منه من زمان. بس معلش خدني على قد عقلي النهارده كام دقيقة. انت ندمان على القرار اللي انت خدته فعلا، ولا ندمان على حياة دماغك متخيلها؟ حياة عمرك ما عشتها حتى علشان تعرف هي هتبقى عاملة ازاي. استنى، خلينا نشوف الندم من زاوية تانية. في بيوت كتير في كرسي زيادة كده على طرف السفرة، كرسي موجود احتياطي، يمكن لو حد جه، يمكن لو العدد زاد، يمكن ملوش أي لازمة غير إنه يكمل شكل الطقم. كل يوم أهل البيت يقعدوا ياكلوا ويشيلوا الأطباق ويقوموا والكرسي يفضل مكانه فاضي. الندم بيحط جواك كرسي فاضي شبه ده، لكن بدل ما بيكون مستني ضيف بيقعد عليه نسخة تانية منك انت، النسخة اللي وافقت لما انت رفضت، اللي مشيت لما انت فضلت، اللي سافرت واللي اتجوزت الشخص التاني، واللي بدأت من بدري، واللي قالت الكلمة اللي انت سكت عنها وكان نفسك تقولها. وفي خيالك النسخة دي دايما قاعدة مرتاحة، وشها هادي كده وعارفة هي بتعمل ايه، بسم الله ما شاء الله. ما عندهاش قسط متأخر، ولا علاقة بتتعبها، ولا قرار تاني ندمت عليه، لأنها ببساطة نسخة انت ما عشتهاش، وبالتالي النسخة دي مغلطتش، إنما انت قاعد قدامها بحياتك الحقيقية، حياة عليها فواتير وخناقات ووعود ما تنفذتش وأيام ضاعت منك وانت بتحاول تفهم انت فين. هي داخلة المقارنة متصورة في أحسن إضاءة، وانت داخل بهدومك اللي اتبهدلت من الطريق، فطبيعي جدا يا صديقي انها تكسب. انت ما تعرفش النسخة دي كانت هتخسر مين، ولا كانت هتصحى ندمانة على ايه، ولا كانت هتبص عليك انت وتقول يا ريتني اخترت الطريق اللي هو اختاره. كل اللي تعرفه انها ما اتولدتش، واي حياة ما اتعاشتش سهل جدا نكتب لها النهاية السعيدة. المشكلة مش انك تبص للكرسي الفاضي، افهم، المشكلة لما تحط قدامه الطبق كل يوم وتشيل الأكل من قدام الناس اللي قاعدة في البيت فعلا. لما اللي ما حصلش يبقى أغلى لمجرد إنه ما توسخش بالتجربة، واللي حصل يبقى في عينك قليل لمجرد إنه حقيقي. ومن زاوية تانية، يمكن أول شخص ظلمته مش النسخة اللي خدت القرار الغلط، يمكن الشخص اللي ظلمته هي النسخة الوحيدة اللي عاشت ودفعت ووصلت لحد هنا. افتح كده أي دولاب قديم، غالبا هتلاقي قطعة هدوم محدش بيلبسها، لكن برضه محدش راضي يرميها، بدلة من وقت ما كان المقاس مختلف، فستان لمناسبة خلصت، أو قميص مرتبط بفترة من حياتك. كل مرة تقع عينك عليه انت مش بتشوف القماش بس، انت بتشوف الشخص اللي كان لابسه، وساعات بتبص للشخص اللي كان لابسه وتزعل منه، تقوله انت ما كنتش شايف، انت ازاي صدقت، انت ازاي فضلت، انت ازاي خفت، انت ازاي ضيعت الفرصة، ازاي ما فهمتش ان الشخص ده بيستخدمك، وتنسى ان الشخص اللي كان واقف وقتها ما كانش معاه المعلومات اللي معاك دلوقت، ما شافش نهاية الحكاية، ما كانش عارف ان الكلام الحلو هيتحول بعد كده لتحكم، ولا ان الفرصة اللي شكلها مضمونة هتقفل، ولا ان الشخص اللي وعدك كان هيطلع مش قد وعوده. انت خلصت الفيلم ورجعت الأول مشهد تزعق للبطل، ما تدخلش الأوضة دي، اوعى تصدقه، اهرب. لكن البطل جوه الفيلم ما سمعش الموسيقى المخيفة اللي انت سمعتها، ولا شاف المشاهد اللي اتعرضت بعده. وده مش معناه ان النسخة القديمة كانت بريئة من كل حاجة، افهم، يمكن تجاهلت علامات، يمكن احتياجك خلاك تصدق اللي نفسك تسمعه، يمكن غرورك قالك انك هتقدر تغير شخص ما بيتغيرش، ويمكن خوفك عطلك. بس في فرق بين انك تفهم الغلطة وانك تهين الشخص اللي غلط. الفهم يخليك ما تكررهاش، خلصنا. الإهانة بتخليك تكره نفسك
من غير ما تتعلم منها. انت بتطلب من نسخة قديمة منك تلبس المقاس بتاعك دلوقتي، وبعدين تزعل ان الهدوم مش راكبة عليها، مع ان خبرتك دلوقتي اتفصلت اصلا من القماش اللي هي قطعته ومن الخسارة اللي هي دفعت ثمنها. ومن زاوية تانية، الرحمة مش انك تطلع نسختك القديمة بريئة، الرحمة انك ما تحكمهاش بمعلومات ما وصلت لهاش غير بعد الحكم ما تنفذ. في بيوت كتير باب التلاجة بيبقى مليان ورق، فاتورة مع الدكتور، لستة طلبات، وورقة من المدرسة، أو ملاحظة محدش عايز ينساها. بعد فترة الورق القديم والجديد بيدخلوا في بعض، والحاجات المهمة بتضيع وسط حاجات خلصت من شهور ولسه معلقة. الندم كمان عنده باب تلاجة شبه ده، لكن كل الورق اللي فيه أدلة ضدك. مكالمة ما ردتش عليها، موقف سكت فيه، فرصة اتأخرت عنها، كلمة قلتها في عصبية، شخص وثقت فيه. وفي كل ورقة مكتوب أهو الدليل إنك ما بتعرفش تختار، أهو الدليل إنك ضعيف، أهو الدليل إنك بتضيع كل حاجة حلوة تجيلك. بس مفيش ورقة واحدة معلقة بتقول أنت كنت عامل إزاي وقتها. مفيش ورقة مكتوب فيها إنك كنت مرعوب أو مضغوط أو لوحدك، أو إن نص الحقيقة كان مستخبي عنك. مفيش ورقة بتقول إن الشخص التاني كان بيكذب، أو إن كل الاختيارات اللي قدامك كانت فيها خسارة بشكل ما. الندم بيختار الأدلة اللي تخدم القضية، وبعدها بيقوم بدور النيابة والقاضي في نفس الوقت. أما الطريق اللي انت ما اخترتوش فمش داخل المحكمة أصلا. محدش بيسأل طب لو سافر وفشل، ولو كمل في نفس العلاقة وخسر نفسه أكتر، طب لو مشي بدري وقضى عمره يقول يا ريتني كنت حاولت مرة كمان. الطريق التاني يا صديقي ملوش شهود، فخيالك بيكتب شهادتهم على مزاجه. وعلشان كده حكم الندم بيبان مقنع، مش لأنه سمع كل الأطراف، لكن لأنه ماسك الميكروفون ولوحده. وكل ما تعيد القضية نفس الأضلة تتعرض هي، ونفس الدفاع يتمنع من الكلام، ونفس الحكم يطلع من القاضي مذنب بإضاعة حياته. ومن زاوية تانية، يمكن المشكلة مش إن الحكم كان قاسي، يمكن المشكلة إن كل ليلة بتعيد المحاكمة علشان تحس إن لسه في حاجة في إيدك ما اتعملتش. عارف لما زرار الرجوع في الريموت يبقى تقيل، تدوس مرة ما يستجبش فتدوس أقوى، تقربه من الشاشة، تخبط عليه بإيدك، تغير البطاريات بتاعته، وتفضل تحاول كأن المشكلة إنك لسه ما ضغطتش بالطريقة الصح. أهو عقلك بيعمل مع الماضي نفس الحركة بالظبط، يرجع المشهد، يوقفه ويعيده ويقولك المرة دي اتكلم، المرة دي ما تروحش، المرة دي ارفض، المرة دي اقفل الباب، المرة دي رد على المكالمة، المرة دي خليك أذكى. فتعيش نفس الدقيقة عشرات المرات، كل مرة تعدل جملة أو حركة أو توقيت، والثواني كده تحس إنك صلحت اللي حصل، وبعدها ترفع عينك تلاقي حياتك زي ما هي، فتدوس رجوع تاني. انت عارف ان الماضي مش هيتغير، لكن إعادة المشهد بتديك إحساس لحظي إنه لسه في حاجة في إيدك تقدر تعملها. طول ما انت بتعيد تقدر تتخيل ان النهاية كلها كان ممكن تتمنع، وان الغلطة كانت زرار انت ما ضغطتش عليه في الوقت المناسب. لان الاعتراف انك ما كنتش متحكم في كل حاجة اصعب من لوم نفسك، اصعب انك تقول الشخص التاني كان له اختياراته، الظروف كانت اكبر مني، المرض كان له مساره، او انا كنت محدود، وحتى لو كنت اتصرفت احسن يمكن جزء من الخسارة كان هيحصل برضه. لوم النفس قاسي، لكنه ساعات بيبقى مريح بطريقة غريبة، لأنه بيخليك تتخيل إن الدنيا دي لها كتالوج واضح، لو عملت الصح لازم النتيجة تطلع صح، ولو حصلت نتيجة وحشة يبقى أكيد أنت عملت حاجة غلط. لكن الدنيا يا صديقي مش جهاز بيتظبط بالريموت، ساعات بتعمل اللي عليك وتخسر عادي، وساعات تغلط وتعدي، وساعات ما تعرفش القرار الصح غير بعد ما كل القرارات تخلص. ومن زاوية تانية، يمكن جلد الذات مش دايما اعتراف شجاع إنك غلطت، ساعات هو آخر محاولة منك تصدق إن الريموت كان في إيدك. لما النور بيقطع في أوضة، أول حاجة بتعملها إنك تدوس على المفتاح تاني. يمكن ما دوستش كويس، تدوس مرة أو اتنين، وبعدها تبدأ تدور هي اللمبة اتحرقت، الفيشة فيها مشكلة، طب السلك مفصول، العيب في لوحة الكهرباء، ولا النور قاطع في العمارة كلها. انت بتفهم إن الضلمة ممكن يبقى لها أكتر من سبب،
ومش كل سبب موجود في المفتاح اللي تحت إيدك. لكن لما حاجة تبوظ في حياتك ساعات أنت بتتصرف كأن المفتاح الوحيد كان أنت. العلاقة فشلت، أنا السبب. الشغل ضاع، أنا السبب. حد مشي، أكيد أنا اللي طفشته. حتى لو أنت فعلا كنت جزء من المشكلة، بتشيل البيت كله فوق مفتاح واحد. في ناس بترمي مسؤوليتها كلها على غيرها، وده هروب. لكن في ناس بتعمل العكس، وشكله من بره نبل لكن برضه ماهوش عدل. الناس دي بتقول أنا اللي سمحت، أنا اللي سكت، أنا اللي صدقت، أنا اللي اخترت. وكل جملة من دول ممكن يبقى فيها جزء حقيقي، لكن جملة أنا كنت موجود مش معناها أنا عملت كل اللي حصل. المسؤولية الصحية إنك تعرف السلك اللي كان في إيدك فعلا. هو أنت جرحت حد؟ اعتذر. تجاهلت علامة؟ افهم ليه. خفت؟ اشتغل على خوفك. طولت في مكان مؤذي؟ اتعلم تحط حد بدري. لكن ما تحملش نفسك رد فعل كل شخص، ولا قراراته، ولا الحاجات اللي خباها عنك، ولا كل نتيجة حصلت بعد قرارك لحد آخر الزمن. لأن جملة أنا السبب في كل حاجة ممكن تبان مسؤولية، لكن واسعة لدرجة إنها ما بتصلحش حاجة محددة. ومن زاوية تانية، علشان تتحمل مسؤوليتك بجد لازم تبطل تتحمل مسؤولية البيت كله لمجرد إن إيدك كانت قريبة من المفتاح. لما بتوصل لك فاتورة كبيرة ما ينفعش تبص على الإجمالي وتتخض وخلاص. لازم تفتح التفاصيل. استهلاك قد إيه؟ رسوم قد إيه؟ تأخير قد إيه؟ وإيه اللي اتحسب بالغلط؟ الندم بيطلع لك رقم واحد ضخم، إنك ضيعت عمرك. 3 كلمات: أنت ضيعت عمرك، تحتهم 20 سنة وعلاقات وشغل وخوف وغلطات ناس تانية وكل اللي اتعلمته في خانة واحدة بس اسمها ضياع. ولما كل حاجة تبقى ضياع ما تعرفش تصلح حاجة، لأنك مش شايف البنود. افتح الفاتورة. إيه اللي كان في إيدك؟ يمكن تجاهلت علامة واضحة. وإيه اللي ما كانش في إيدك؟ إن الشخص كان بيمثل عليك. إيه اللي أنت خسرته فعلا؟ ممكن يكون سنين أو فرصة أو فلوس أو ثقة. وإيه اللي اتعلمته من غير ما نجمل الخسارة؟ إنك تشوف العلامة بدري، أو تقول لأ، أو ما تربطش قيمتك برضا شخص. وإيه اللي لسه ينفع يتصلح؟ اعتذار، قرار، خطوة اتأخرت، دراسة تبدأها، أو باب تقفله. وإيه اللي انتهى مهما فضلت تدفع؟ عمر فات، شخص مات، علاقة ما بقتش آمنة، أو فرصة راحت لحد تاني. لما تفصل البنود الندم يبطل يبقى سحابة سودة فوق كل حياتك، يتحول لحاجات واضحة. حاجة تخصك تصلحها، حاجة تخص غيرك ترجعها لصاحبها، حاجة تخص الظروف تقبل إنك ما كنتش تملكها، وحاجة خسرتها تحزن عليها بدل ما تفضل كل يوم تعيد حسابها. جملة ضيعت عمري قاسية لكنها مريحة للعقل لأنها عامة، إنما التفاصيل أصعب لأنها هتطلب منك فعل أو اعتذار أو قبول. من زاوية تانية الندم هيبقى مفيد لما يسألك إيه اللي ينفع يتعمل دلوقتي. في المطبخ جرس الفرن لما بيرن هدفه مش إنه يفضل يرن طول الليل، هو بيرن علشان تقوم تعمل حاجة، تقلل النار، تطلع الأكل، أو تشوف إيه اللي بيتحرق. لو قمت وعملت المطلوب الجرس هيسكت، ولو فضل يرن رغم إن كل حاجة خلصت بيبقى الجرس نفسه بقى مشكلة. في ندم كده شبه جرس الفرن، يقولك أنت أذيت حد، اعتذر. ظلمت، رجع الحق. مأجل خطوة ولسه ممكن تعملها، اتحرك. بتكرر نفس الغلط، وقف. النوع ده من الندم مؤلم لكنه له اتجاه، وراه فعل واضح. ولما تعمل اللي عليك يهدى أو يتحول لدرس يوجعك لما تفتكره، لكن ما يفضلش ماسك رقبتك طول حياتك. وفي ندم تاني مفيش حاجة ترضيه، اعتذرت يقولك كان لازم ما تغلطش من الأول. الشخص سامحك يقولك انت ما تستحقش. صلحت اللي تقدر عليه يقولك اللي اتكسر مش هيرجع. دفعت التمن وخلصنا يطلب منك تمن جديد علشان تثبت انك فهمت. ده مش جرس بيحذرك، ده صوت اتعود على نفسه ونسي هو بيرن ليه. ما بقاش عايزك تصلح حاجة، هو عايزك تفضل واقف في المطبخ مرعوب. والفرق بين الضمير والجلاد ان الضمير طلب مفهوم، انما الجلاد مش عايز فعل. هو عايزك تفضل شايف نفسك ما تستحقش الراحة. حتى لو الغلطة كبيرة، المسؤولية اللي ملهاش نهاية بتتحول لتعذيب، والتعذيب
ما بيخليكش شخص أحسن، التعذيب بيخليك شخص كاره لنفسه، بتهرب منها أو بتكرر نفس الغلط لأنك اقتنعت إنك أصلاً شخص بايظ. ومن زاوية تانية يا صديقي، الندم اللي بعد ما خلص كل حاجة ينفع تتعمل لسه رافض يسكت، غالباً ما بقاش بيطلب إصلاح، هو بس بيمنعك تواجه حاجة تانية اسمها الحزن. في كل بيت تقريباً كوباية مكسورة، حد زعل عليها مش علشان الكوباية غالية، لكن علشان كانت مرتبطة بحد أو مناسبة أو كانت بتستخدم كل يوم. أول ما بتتكسر أنت بتحاول تجمع القطع، يمكن تتلزق، يمكن ترجع للزينة، ويمكن تكتشف إن الشروخ كتير وإن كل ما تمسكها هتجرحك. ساعات بتفضل ماسك الشظايا بتاعت الإزاز وتقول لو كنت حطيتها بعيد عن طرف الترابيزة، لو كنت خدت بالي، لو كنت لحقتها قبل ما تقع. وكل ده ممكن يكون صح، لكن ولا جملة منهم هترجع الكوباية زي الأول. في اللحظة دي السؤال ما بيبقاش مين السبب، السؤال بيبقى هل هتفضل ماسك الإزاز المكسور بإيدك علشان تثبت إنك ندمان؟ في حاجات بينفع تتصلح، علاقة فيها طرفين مثلا عايزين يرجعوا يبنوا، غلطة ينفع تتعوض، فرصة اتأخرت لكن لسه الباب موارب. وفي حاجات خلصت، الشخص مات، العمر مثلا ما هو ما بيرجعش، العلاقة اتكسرت بطريقة ما ينفعش ترجع بعدها آمنة تاني. والاعتذار ممكن يكون واجب، لكن مش معناه إن الطرف التاني لازم يرجع. ساعات بنفضل نسمي اللي جوانا ندم لأن الندم بيوهمنا إن في حركة ممكن نعملها ترجع كل حاجة، إنما الحزن يقول لنا إن الحقيقة أصعب، في شيء انتهى. مش لازم على فكرة تبقى راضي إنه انتهى، ومش لازم تقول إنه كان خير، لكن لازم في وقت ما تبطل تدور على آخر شظية إزاز وتسمح لإيدك تسيب الإزاز. الندم يفتح محكمة كل يوم، الحزن هيعمل جنازة بس مرة واحدة، حتى لو البكا بعدها يطول المحكمة تسيبك واقف عند لحظة السقوط، إنما الجنازة تعترف بالخسارة وتسمح للعايشين يرجعوا بيوتهم. ومن زاوية تانية ركز، يمكن اللي انت محتاجه مش تعرف كنت هتمنع الكوباية تقع ازاي، يمكن انت محتاج تعرف انها اتكسرت من غير ما تفضل تجرح ايدك عشان تثبت انك زعلان عليها. بعد ما الشخص يمشي من بيت، ساعات اوضته بتفضل زي ما هي، هدومه في مكانها، الكوباية هي على نفس الكومودينو، والسرير مترتب بنفس الطريقة. ما هو الناس بتعمل كده لأنها مش جاهزة تحرك كل حاجة، كأن تغيير أي تفصيلة اعتراف رسمي إن الشخص مش جوه الأوضة ولا هيفتح الباب ده ويدخل تاني. الندم بيسيب جواك أوضة بنفس الشكل ده، بيحافظ على كل حاجة زي ما كانت يوم القرار، نفس الحوار ونفس الساعة ونفس الجملة اللي كانت لازم تقولها، ويمنعك تغير مكان أي تفصيلة لأن تغييرها معناه إنك قبلت إن اليوم عدى. وطول ما الأوضة مقفولة زي ما هي تقدر تتخيل إنك في يوم هتدخل تصلح المشهد، لكن البيت كله بيبدأ يعيش حوالين أوضة مقفولة، الناس توطي صوتها عند الباب، محدش يستخدم المكان، كل حاجة تتكدس في باقي الأوض علشان الأوضة دي لازم تفضل متجمدة. وبعد فترة الغياب ما بيبقاش واخد أوضة واحدة، بيبقى متحكم في البيت كله. قبول النهاية مش خيانة للي حصل. لما تحرك الكوباية أو تفتح الشباك أو تطلع الهدوم، أنت مش بتقول إن الشخص ما كانش مهم، أنت بتقول إن البيت لسه فيه ناس محتاجة تعيش، وإن الذكرى لها مكان، لكن مش من حقها تقفل كل الممرات. ونفس الكلام مع قرار قديم، ممكن تفضل فاكره وممكن يوجعك كمان، وممكن ترجع له كل فترة بالمناسبة، لكن ما ينفعش كل قرار جديد في حياتك يستأذن الأوضة المقفولة الأول. ما ينفعش كل شخص جديد يدفع تمن شخص قديم، وما ينفعش في كل فرصة تدخل حياتك متهمة من قبل حتى ما تبدأ. الحزن يدي الخسارة مكان، إنما الندم المؤذي بيديها البيت كله. ومن زاوية تانية يمكن أكبر وفاء للماضي مش إنك تسيب أوضته متجمدة، يمكن إنك تسمح للحياة تتحرك في باقي البيت من غير ما تمسح اسمه. في بيوت كتير من بيوتنا في طرقة وفي آخرها بابين، باب على اليمين وباب على الشمال. تدخل على الباب اليمين يبقى أنت سبت اللي على الشمال، تدخل الشمال ما ينفعش في نفس اللحظة تبقى جوه الأوضة التانية. ودي طبيعة الاختيار اللي ساعات بنرفض نفهمها.
هو أي اختيار حقيقي هيقفل لك احتمال، حتى لو الاختيار نفسه كان صح. لما تختار تسافر انت مش بتاخد الفرصة بس، انت بتسيب قعدة وناس ونسخة منك كانت هتكبر وسطهم. ولما تختار تفضل ما تسافرش انت بتحافظ على القرب، لكن بتسيب طريق كان ممكن يفتح لك باب رزق. لما تختار شريك انت بتختار مميزاته وحدوده وبتقفل أبواب أشخاص تانيين. ولما بتنهي العلاقة انت ممكن تنقذ نفسك، لكن برضه تخسر أيام حلوة وشخص كان له معنى في حياتك. علشان كده ممكن تختار صح وتحزن برضه، ممكن تبقى متأكد انك كان لازم تمشي وبرضه تلاقي نفسك مشتاق. ممكن تحب ولادك وبرضه تفتكر حريتك القديمة. ممكن تكون سعيد انك سافرت وتوحشك بلدك. وجود تمن مش دليل ان القرار اللي انت خدته غلط. وجود حنين مش معناه انك لازم كان تاخد قرار مختلف. لكن الندم بيستغل اي وجع كدليل إدانة، بيقولك انك اول ما تتعب في الطريق اهو كان لازم تدخل الباب التاني، مع ان الباب التاني ده كان وراه تمن هو كمان، بس التمن ده مش ظاهر لك لانك ما عشتهوش. وكل واحد فينا عنده باب قديم لسه بيبصله. مش لازم تحكي قصتك ولا تفتح حاجة خاصة. ممكن تكتب في التعليقات كلمة واحدة بس: سفر، جواز، شغل، سكوت، فراق أو تأخير. يمكن لما تشوف في التعليقات إن في ناس ندمانة إنها مشيت وناس تانية ندمانة إنها فضلت، تفهم إن الندم ماهوش خريطة مضمونة للباب الصح. لو الحلقات دي بتخليك تقف قدام باب قديم وتبصله بشكل مختلف، اشترك في القناة لو سمحت، وخليك معانا في سلسلة من زاوية تانية. مش علشان كل حلقة هتديك إجابة جاهزة تحول لك حياتك، لكن علشان ما نفضلش لوحدنا مقتنعين إن كل باب قفلناه كان أكيد وراه الجنة. ومن زاوية تانية، يمكن وجعك مش دليل إنك دخلت الأوضة الغلط، يمكن هو التمن الطبيعي إنك إنسان عمره واحد وما يقدرش يعيش في الأوضتين مع بعض. في دواليب المطبخ بنحط الحاجات في برطمانات وبنكتب عليها سكر، ملح، رز، قهوة. والاسم مهم لأنك لو كتبت سكر على برطمان ملح كل مرة تستخدمه هتبوظ حاجة، مش لأن اللي جوه اتغير، لكن لأن الاسم اللي عليه غلط. الندم ساعات بيغير الاسم المكتوب عليك انت. بدل ما تقول أنا أخدت قرار غلط بتقول أنا ما بعرفش أختار. بدل ما تقول أنا وثقت في شخص ما يستاهلش بتقول أنا شخص ساذج. بدل ما بتقول أنا خفت في موقف بتقول أنا شخص جبان. وبدل ما بتقول أنا قصرت بترجع تقول أنا شخص وحش. والفرق مش بسيط. الفعل له وقت ومكان تقدر تفهمه، تعتذر عنه، تمنع تكراره، لكن الهوية بتيجي معاك في كل مكان. لما تكتب على نفسك أنا بفشل أو أنا فاشل أو أنا جبان تدخل أي فرصة جديدة مقتنع إنك هتبوظها. ولما تكتب اختياراتي كلها وحشة تفضل واقف قدام أي قرار مستني الكارثة اللي هتثبت الاسم. وفي ناس بتعمل العكس وتهرب من الغلطة خالص، بتقول أنا ما غلطتش وكل الناس كانت السبب. لكن ده برضو مش الحل. الحل إنك تكتب الاسم الصح: أنا إنسان غلط في القرار ده، احتياجي خلاني أتنازل هنا، خوفي عطلني وقتها، غروري منعني إني أسمع النصيحة. الجمل دي مش مريحة لكنها دقيقة، والدقة بتديك فرص تغير حاجة محددة بدل ما تحكم على نفسك كلها. انت أكبر من أسوأ اختيار انت خدته، تأكد من ده. لكن ده مش معناه ان اختيارك ملوش حساب، معناه ان الحساب يتحط في مكانه والغلطة تتسمى غلطة مش اسمك الأول والأخير. من زاوية تانية، يمكن أكبر إصلاح محتاج تعمله مش إنك تمسح اللي حصل، يمكن إنك تشيل الاسم الغلط اللي لزقته على نفسك زيك زي البرطمان. في بيوت كتير في علبة إسعافات محدش بيفتحها غير وقت اللزوم، شاش قديم، مرهم اتفتح من سنتين، شريط دواء ناقص، روشتة مكتوب عليها اسم دكتور محدش فاكر أصلا كان بيعالج إيه. بنحتفظ بكل ده لأننا بنقول يمكن نحتاجه في يوم من الأيام. لكن ركز معايا كده، لما اليوم ده بيجي ممكن تكتشف إن الدواء انتهت صلاحيته، وإن الحاجة اللي كانت بتنفع زمان مش هينفع تناسب الوجع اللي عندك دلوقتي. الندم بقى بيحتفظ جواك بعلاجات قديمة شبه دي بالظبط، نفس الجملة اللي بتقولها لنفسك كل ما تفتكر كان لازم اخد بالي، كان لازم امشي بدري،
كان لازم ما صدقش، كان لازم أكون أقوى. وكل ما الوجع يصحى تطلع له نفس الوصفة وتحطها عليه، مع إنها ما عالجتش حاجة من أول مرة. بالعكس، ساعات بتفضل تدهن الجرح بلومك لنفسك لحد ما اللي كان محتاج يهدى يفضل ملتهب. قبل ما تستخدم نفس العلاج القديم اسأل: هل الجرح لسه مفتوح فعلا؟ في حق لسه مرجعش؟ رجعه. في اعتذار ما تقالش قوله، من غير ما تشترط ان كل حاجة ترجع زي الأول. في غلطة لسه بتكررها، وقفها. في خطوة اتأخرت لكن لسه ممكنة، خدها. هنا الندم له وظيفة، لأنه بيشاور لك على حاجة تقوم تعملها دلوقت. لكن لو عملت اللي في إيدك والوقت عدى والشخص مشي والفرصة خلصت، بيبقى اللي قدامك مش جرح مفتوح، بيبقى أثر جرح. هنا الندم لسه له وظيفة، لأنه بيشاور لك على حاجة تقدر تعملها. لكن لو عملت اللي في إيدك والوقت عدى والشخص مشي والفرصة خلصت، يبقى اللي قدامك مش جرح مفتوح، اسمه أثر جرح. والأثر مش محتاج كل يوم تحط عليه دواء من علبة الإسعافات. انت بس محتاج تعترف انه موجود من غير ما تفضل تفرك فيه علشان ترجع جلدك زي ما كان. لأن كل ما تعامل الأثر كأنه إصابة جديدة، هتعيش الخبر كأنه وصل لك النهاردة. وكل مرة هتلاقي نفسك بتفتحه علشان تتأكد انه لسه بيوجع. بتمنعه ياخد فرصة انه يقفل ويلتئم. صلح اللي لسه ينفع يتصلح. اعتذر عن الجزء اللي كان منك، واحزن على اللي ما يرجعش. وبعدها ارمي الوصفة القديمة اللي كان مكتوب فيها انك تفضل تلوم نفسك. ارميها. مش كل حاجة احتفظت بيها وقت الأزمة لازم تفضل تستخدمها بقية عمرك. ومن زاوية تانية، يمكن اللي ناقصك مش علاج يرجعك زي ما كنت قبل اللي حصل. يمكن ناقصك تبطل تفتح الجرح كل يوم علشان تدي لنفسك فرصة تعيش بالأثر من غير ما يفضل هو اللي عايش مكانك. أنا بدأت الحلقة دي بكرسي فاضي على السفرة ونسخة خيالية منك قاعدة هناك عليه. النسخة اللي خدت القرار التاني وعاشت الحياة التانية وطلعت أسعد وأنجح وأهدى، على الأقل في الفيلم اللي عقلك بيعرضه. أنا مش هقولك قوم شيل الكرسي وارميه، يمكن ما تقدرش، ويمكن مش لازم ترميه. في احتمالات في حياتنا بتفضل موجودة، أسئلة عمرها ما هتتجاوب. كان هيحصل إيه لو كنت هبقى مين؟ كانت حياتي هتروح على فين؟ يمكن الأسئلة دي ترجع لك كل فترة، وده على فكرة طبيعي. لكن في فرق بين إن الكرسي يفضل موجود وإنك تفضل تخدمه، تلمعه وتحط له طبق وتشيل الأكل من قدام الناس اللي قاعدة علشان الشخص اللي في خيالك ياكل. فرق بين إنك تفتكر حياة أنت ما عشتهاش وإنك تخليها تتحكم في الحياة اللي أنت عايشها دلوقتي. يمكن فعلا الطريق التاني كان هيبقى أحسن. لازم نكون أمنا كده ونقول إن ده ممكن يحصل، وممكن كان أوحش، وممكن كان مختلف. بس الحقيقة إنك مش هتعرف، لكن في حاجة تعرفها: الطريق الحالي لسه مخلص. ده اللي انت محتاج تعرفه. وطول ما انت بتبص وراك ممكن تاخد قراراتك الجديدة علشان تعاقب نفسك على قرار قديم. تختار شخص مش لأنك بتحبه، لكن علشان تثبت لنفسك انك اتعلمت. ممكن ترفض فرصة مش لأنها وحشة، لكن علشان ما تتوجعش تاني. تتأخر في كل خطوة علشان المرة اللي انت استعجلت فيها. وساعتها الماضي ما بيبقاش مجرد حاجة حصلت، بيبقى هو اللي بيدير البيت اللي سيادتك عايش فيه. انت مش مطالب تقول ان اللي حصل كان كويس، ومش مطالب تشكر الغلطة ولا تحول كل خسارة لنعمة. انت بس ينفع تقول انا خسرت، ينفع تقول انا كنت اتمنى اختار غير كده، وينفع في نفس الجملة تقول بس انا مش هسيب القرار ياخد كل القرارات اللي جاية. لو سمحت حط الماضي في مكانه، مش تحت السجادة علشان تتكعبل فيه، ومش على راس السفرة علشان يتحكم في القعدة. خليه في ألبوم تفتحه لما تحتاج تفهم. خد منه العلامة اللي انت تجاهلتها، والجملة اللي كان لازم تقولها، والحد اللي لازم تحطه بعد كده. وبعدين اقفل الألبوم وارجع للبيت. ارجع للناس اللي موجودة، للشخص اللي انت عليه دلوقت، مش الشخص اللي كان لازم تبقى عليه من 10 سنين. للفرص اللي شكلها مش كامل لكنها حقيقية، لليوم اللي يمكن مش أحسن يوم لكنه اليوم الوحيد اللي تقدر تعمل فيه حاجة. قول لنسختك القديمة أنا مش هبرئك من كل حاجة، ومش هفضل أضربك كل يوم
على نفس الحاجة. هفهمك وهحاسبك وبعدل، وهتعلم منك، وبعدها هاخدك معايا، لأنك مهما غلطت انت مش عدوي، انت الشخص اللي وصلني هنا، حتى لو وصلني متأخر ومتخبط وشايل حاجات كتير. أنا شخصيا مش ندمان إني جيت على جرحك النهاردة والحلقة خلصت. اوعى تكون انت ندمان إنك كملتها للآخر. انت كده فهمت الندم من زاوية تانية.